من 4 سنين تجهيزات. بعد تأجيله ل4 مرات، منى السني ومحمد خالد يحتفلان بزفافهم. مستحيل نرتبط ببعض، ده زي اخويا يعني. انا اقول لك ان انا بحبه. من 4 سنين تجهيزات. خدنا كتير قوي بجد. تعبتنا كلنا الشقه. ولا انا ولا هو يعني، واختي كانت بتجهز، بس التجهيزات كانت بصراحه صعبه جدا. ان احنا نحدد اليوم دي اصعب حاجه. بصراحه احنا فرحنا نتاجل 4 مرات. كل شويه ظروف تحصل وحاجات تحصل، فبنضطر ان احنا ناجل الفرح. بس واخيرا قدرنا نشوف فرح الانفلونسر منى السني مع عريسها محمد خالد اللي اقيم امبارح في القاهره، واكيد اي بالعربي حب انه يدافع العروسين في يومهم المميز ده. ومنى اختارت ليوم فرحها 2 different looks. ففستانها الاول كان فستان ميزه الجولد سيلفر ديتيلز والستارز، اما الفستان الثاني فكان سيمبل عشان تقدر انها ترقص بيه براحتها. احنا ابتدينا تقريبا من رمضان من 3 شهور، وكان المود اللي احنا قررنا احنا نشتغل عليه الستارز في الفستان كله هاند ميد، اخد شغل كتير قوي، لسه مخلصينه من يومين اصلا، وعملنا اللوك التاني عشان ده تقيل قوي، فقررنا ان يبقى في حاجه خفيفه تقدر تتحرك بيها بعد كده. وحتى الميك اب كان مختلف وركز على ابرز ملامح العروسه. حاولنا نعمل لوك مختلف خالص، لان كاتب الكتاب كان قريب، فكنا عايزين نعمل حاجه ديفرنت قوي، كانت كومبليتلي ديفرنت يعني بين كاتب الكتاب والفرح، كل حاجه مختلفه، الكالرز، رسمه العين، البيز، كل حاجه كانت عكس بعض. فمنى حرصت ان الثيم بتاع العروسه كله يكون متناسق، حتى الفيديو كان مليان بالسيلفر والجولد ديتيلز، بالاضافه للالعاب الناريه اللي كانت جديده من نوعها. احنا عاملين جولد وعاملين السيلفر لان هي قريب قوي من فكره الفستان بتاعها، هي النجمه بتاعتنا النهارده، وهتلاقوا طبعا كل حاجه حلوه هي عاملاها ليها ربط مع الفستان وليها ربط مع الديزاين والانترنس وكمان الفستان بتاعها فيها ستارز. شغالين مثلا في تجهيزات الفرح هنا بقالنا اسبوع في المكان، ان شاء الله نقدر نعمل حاجه قويه النهارده، يعني تبقى اول فرح اصلا يتعمل فيه شوفر بالحجم اللي هيتعمل النهارده ان شاء الله يعني. واجواء الفرح الضحك والرقص كانت مسيطره على الليله دي. فالحب والكيمستري اللي ما بين العرسان كانت واضحه، وده بيرجع للصداقه الكبيره اللي جمعتهم من سنين. هي قصه حب مش طويله، احنا كانت بس بينا قرابه يعني مختلفه شويه، فكنا اصحاب، فكنا دايما نقول انه مستحيل نرتبط ببعض، ده زي اخويا يعني، بس في الاخر بتجوز اخويا. احنا لحد دلوقتي انا كنت متخيله ان انا بلاش كده. تقولي له ايه وهي بقى؟ مش عارفه. انا اقول لك ان انا بحبه. وطبعا في اليوم المهم ده العديد من اصدقائهم والمقربين منهم كانوا حاضرين عشان يشاركوهم الفرحه. مبروك يا منى، الفرح جميل وانتي جميله وشخصيه تحفه، بصي انا بحبك عامه، الف مبروك. عايزه اقول لها ان هي جميله قوي، وانا منى اصلا معرفتي بقى شخصيا، انا دخلت بيتها وكده وهي جميله واهلها جمال، وربنا يسعدها يا رب. بجد من الناس المحبوبه جدا اون سوشيال ميديا، والناس البيور، فعشان كده ربنا محبب فيها وانا بجد بحبها قوي. انا بجد متابعاها من زمان جدا، وقبل حتى ما اكون حاجه على السوشيال ميديا، فانا عارفه قصتها من زمان، فعشان كده انا بجد مبسوطه قوي ان انا بشوف قصه حب ناجحه. اخواتي ومبسوط لهم من قلبي، ويا رب دايما في فرح وسعاده، واشوفهم اسعد الناس يا رب. هي اختي مش صاحبتي، يعني مش بعتبرها صاحبه من السوشيال ميديا، لا احنا اخوات بجد. اول حاجه كده ربنا يجعل وشفهم حلو على بعض، وحياتهم تبقى بسيطه من غير اي مشاكل. يا اشطر كتكوت، الف مبروك، ربنا يتملك بالف خير يا رب.